هنيجي بقى لحاجه انا بصراحه شايف ان هي اكتر عيب في سويسرا، ان في 4 لغات في الدوله. يعني ايه 4 لغات في الدوله؟ يعني ممكن اطلع من مدينه اروح لمدينه ثانيه محدش يعرف يتكلم معاك ولا انت تعرف تتكلم مع حد. لو رحنا الجنب الايطالي هيكلموك ايطالي بس، وللاسف مفيش حد فيهم لا بيتكلم فرنساوي ولا بيتكلم الماني. تروح الجنب الالماني هيكلموك الماني، ممكن شويه يكلموك انجليزي. لو رحت الجنب الفرنسي مش هيكلموك غير فرنسي، وعن تجربه. لو رحت الجنب النمساوي هيكلموك الماني وخلاص. انا شايف ان ده حاجز كبير جدا ان هو يكون في دوله واحده في 4 لغات مختلفه. طبعا في اللغه اللي هي الرومانشيه دي بيتكلموها اهل الجبل، زي الجبل اللي احنا عليه ده كده مثلا، ممكن تلاقي ناس بتتكلم اللغه دي وممكن لا. عيب شنيع ان انت ما يبقاش في تواصل مع الكانتونات المختلفه اللي موجوده في سويسرا. لدرجه ان انا اول ما جيت سويسرا كنت دايما بسال نفس السؤال، وهو طب ازاي الرئيس لما بيحب يقول للشعب حاجه بيقولها بانهي لغه؟ وكان الرد صادم جدا بالنسبه لي، لان هم قالوا لي ده في 7 رؤساء في سويسرا مش رئيس واحد.